بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي إن شاء الله الذكر بتاعنا هيبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى الذكر بتاعنا النهاردة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين نذكر الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. حبايبي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، عملت النهاردة صينية بطاطس بالسجق، حاجة جميلة كده طعمها في منتهى الجمال، وكانت الوجبة جميلة جدا النهاردة. كده البطاطس مع رز مدسوس مع المخلل الزيتوني الجميل ده اللي احنا شايفينه مع بعض. ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض، وما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الصدوق البلدي، جايبه صدوق كده نوعه نضيف علشان يبقى طعمه حلو في الوصفة بتاعتنا. ومسكت الصدوق بتاعنا قطعته كده بالمقص قطع صغيرة، ومعايا الطماطم برضو قطعتها قطع صغيرة، ومعايا بطاطس قطعتها حلقات قطعته برضو قطع صغيرة كده، ومعايا واحد فلفل حامي برضو قطعته، اللي عايز يستغنى عنه مفيش مشكلة، ومعايا بصلاية مقطعاها قطع صغيرة كده. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. وما ننساش الذكر بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت كده الصينية بتاعتنا ونزلت بالبصل وعليه الفلفل الالوان والفلفل الحامي، وهنزل برضو عليه بشوية فلفل اسمر وملح. انا مش بحب ازود التوابل لصينية البطاطس، ومعانا الصدق فيه توابل كتيرة، فانا مش هضيف اي توابل تانية، هو الملح والفلفل فقط. وهنزل عليه كمان بالطماطم. انا بحب اقطع الطماطم، مش بحب اهرسها في الخلاط، بحس كده بيبقى طعمها احلى من لما تبقى مضروبة في الخلاط. هقلب بقى كده المكونات بتاعتنا كويس مع بعضها. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتبل الخضار بتاعنا كله كده بالملح والفلفل كويس، وهنزل بالصدق برضو وهقلبه في وسط الخلطة كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنزل بالبطاطس بتاعتنا، وهقلب بقى البطاطس في وسط الخضار كده تقليبة حلوة جدا. وما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين كده معايا أنا قلبت الخضار كويس جدا، البطاطس في وسط الخضار. هنزل بقى على وش البطاطس بتاعتنا بشوية زيت، وبحب اسوي البطاطس كويس على النار. هحطها على نار هادية على البوتاجاز لحد ما تستوي، وبعد كده بدخلها الشواية. مش بتاخد معايا وقت غير لما ادخلها الفرن نهائي. لما بدخلها الفرن بحس البطاطس بتاخد وقت في السوا، انما على البوتاجاز بتستوي اسرع. شايفين كده ما شاء الله. زودتها كوباية مية وههدي عليها النار وهسيبها على نار هادية لحد ما تستوي تماما، وهدخلها الفرن ونشوفها مع بعض.
شايفين كده بعد ما شربت كوباية المية اللي انا زودتها واستوت 100%، هدخلها بقى الشواية تاخد اللون الجميل من على الوش، ويبقى كده صينية البطاطس بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين ما شاء الله. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صينية البطاطس بالصدق صينية جميلة جدا، طعمها في منتهى الجمال. عملت مع صينية البطاطس الرز المدسوس، وعندي مخلل الزيتون اللي احنا عملناه مع بعض على القناة، وقدمت البطاطس مع الرز مع المخلل. شايفين المنظر، بسم الله ما شاء الله، في منتهى الجمال. جربوا الوصفة هتعجبكم بإذن الله. وحبايبي اللي يعجبوا الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معانا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.